السلام عليكم. الانسان المصري الواعي اللي بيستنى موبايل السنه دي ينزل عشان يشتري هو موبايل السنه اللي فاتت. الفيديو ده ليك. مع نزول الجالاكسي اس 22، ففكره ان انت تشتري الجالاكسي اس 21 بعد سنه من نزوله وهتلاقي سعره بقى حنين شويه، يعني ممكن تلاقيه ب 10000 اقل من 10000 بره، فكره ممكن تكون كويسه جدا. وبما ان ده موبايلي وبقالي سنه بستخدمه، فخليني اقول لك اخباره ايه بعد سنه من الاستخدام، وهل يستحق ان انت تشتريه بعد سنه بالذات لو لقيته بسعر حنين. ونشوف بقى الاكزينوس 2100 ده اخباره ايه معايا، وايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. احب افكرك ان انا كنت عامل مراجعه مفصله شامله للموبايل ده من سنه، فبالتاكيد في الفيديو ده مش هنعيد المراجعه دي تاني. يعني انا هتكلم على النقط الجديده بقى اللي حصلت خلال السنه دي، وايه اللي كان فعلا عجبني وايه اللي فعلا ما عجبنيش في خلال السنه دي. وفي الاخر هنلخص التجربه ونشوف هل هو مناسب ان انت تشتريه، وتشتريه بكام ومن فين. وخلينا نكون بنبص لنص الكوبايه المليان الاول، ونبص على الجانب السعيد والحاجات اللي كانت عجباني جدا في استخدامي للموبايل ده. واول حاجه عجبتني وكنت سعيد بيها جدا هي حجم ومسكه الموبايل ده. يمكن انا قلت النقطه دي قبل كده في الفيديو الاولاني، ولكن لازم اعيدها تاني هنا واشيد بيها تاني، لانه حجم الموبايل ممتاز جدا، بحيث ان انت تلاقي ان الموبايل مريح في ايدك ومسكته حلوه وعارف تستخدمه بايد واحده الى حد كبير، وفي نفس الوقت شاشته مش صغيره، شاشته كبيره وتكفيك ان انت تتفرج على فيديوهات وتلعب وتعمل كل حاجه. فده حجم مثالي بالنسبه لي. كمان خامه الموبايل، الظهر ده بلاستيكي، وانا بقالي سنه ولا حاطط جراب ولا حاطط سكرين على الموبايل. وده من مميزات الظهر البلاستيك، ان انت ما تبقاش خايف قوي على الموبايل. اي نعم حصل شويه جروح، ولكن لا تقارن تماما بان الظهر ده لو كان ازاز كان زمانه اتبهدل اكتر من كده. اما الشاشه فيعني طبقه الحمايه مأديه بشكل جيد، انه الجروح اللي فيه برضه مش كتير قوي. يعني في جروح طبعا بس يعني مش خرافيه يعني. ويعني الاطارات خدت كام وقعه كده، حصل فيهم شويه نقر بس برضه لسه جيدين. اقدر اقول ان من الحاجات اللي عجبتني في الموبايل هي مسكه وخامات الموبايل ممتازه جدا. تاني حاجه عجبتني هنا هي الكاميرات. الكاميرا هي من اكتر الحاجات اللي بتحسسك انك ماسك موبايل فلاج شيب، وبتفرق الموبايل الفلاج شيب عن الموبايل المتوسط، لانك لما بتشتري موبايل فلاج شيب بتبقى مستني منه تصور الصوره تطلع حلوه مهما كانت الظروف اللي انت فيها. يعني في شويه قواعد كده للتصوير، زي انك تكون في اضاءه كويسه، وان يكون الاضاءه قدامك والاضاءه مش وراك، وشويه الكلام ده. لما بتشتري موبايل فلاج شيب بتبقى مستني منه ان هو يتخطى كل القواعد دي ويجيب لك صوره حلوه برغم ان الظروف كلها ضده. يعني مثلا فكره ان انت محتاج اضاءه قويه، الاس 21 معايا كان موبايل جيد جدا، وكنت معجب بيه جدا في التصوير الليلي. كنت ببقى واثق ان انا لما اطلع موبايلي في شارع ضلمه واصور هشوف تفاصيل انا مش شايفها بعينيا. الفكره مش بس الصوره منوره، الموضوع وصل دلوقتي كمان انت بتشوف تفاصيل كمان. يعني انت لو صورت شخص بتلاقي جوده الصوره حلوه، مش مبكسله، ولا الشخص ده تفاصيله مش باينه ولا ناعمه، لا هو ظاهر بشكل كويس جدا. النايت مود كمان اللي موجود في كل الكاميرات سواء السيلفي او الثلاثه الخلفيه بياخد الموضوع لمستوى تاني خالص. فموضوع التصوير ده ممتاز جدا. الموبايل تقدر تعتمد عليه ان انت تطلعه وتصور وتبقى الصوره حلوه دايما. من الحاجات اللي خلتني احب الموبايل ده هي قدرتي ان انا اخد فيديوهات وشوتس للموبايلات اللي انا بصورها وبراجعها وبنزلها هنا على القناه. ويمكن انتوا شفتوا فيديوهات كتيره متصوره اوت دور او بره في الشارع، يعني في الجنينه مثلا. كل الفيديوهات دي ما كانتش متصوره بكاميرا، كانت متصوره بالموبايل ده. هتلاحظ ان فيها عزل وفيها ثبات رائع جدا، والصور بتطلع حلوه جدا، وصعب تفرق انها جايه من كاميرا ولا جايه من موبايل، لانه تصوير الفيديو هنا بجانب ان هو جيد جدا زي الصور كان بيديك ثبات جيد جدا، سواء عزل حقيقي بفضل العدسه الكبيره، ولكن كمان عزل سوفت وير بيبقى دقيق جدا وانت شغال في الفيديو، طلع لك نتائج تقدر تعتمد عليها زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي. وفعليا في كذا صوره خدتها قبل كده للموبايلات وكان صعب جدا تفرق اذا كانت من موبايل ولا من كاميرا حقيقيه، بل لو كنت خدتها بالكاميرا الحقيقيه ما كنتش عارف اخدها بالشكل ده غير ان في فيديوهات انا صورتها بالموبايل، يعني كنت انا اللي ظاهر، وكانت التفاصيل وجوده الفيديو احسن من اللي انت بتشوفها دلوقتي من الكاميرا. من الحاجات كمان الجامده هي التليفوتو، اللي بتقدر تطلع لك صور بورتريه ممتازه جدا 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 جدا، وكنت سعيد بيها جدا. فتجربه كاميرات الموبايل ده وقد ايه هي متنوعه، وقد ايه انا قادر احطها في ظروف مختلفه، اصور بيها فيديوهات، اصور بيها صور ليليه، صور صباحيه، صور للشمس، صور للقمر، صور لاي حاجه، كانت ممتازه جدا. الكاميرا يعتمد عليها بشكل ممتاز جدا. نيجي بقى لنقطه بسيطه في النص كده كان لازم اقولها، وهي الشاشه دي هتخليك مستمتع بالتجربه، سواء بتتفرج على فيديوهات بتلعب، انت شايف شاشه جميله قدامك. مش بس شاشه جميله كالوان، فسطوحها كمان ممتاز جدا، ويعتمد عليها انك تمشي تحت اشعه الشمس وتشوف بشكل كويس. الشاشه دي فول اتش دي، لكن الحقيقه ان انا ما كنتش حاسس بمشكله كبيره قوي في الموضوع ده. يعني الدقه اللي اعلى من فول اتش دي مش بتحسها بشكل خرافي في الموبايلات. يمكن الفرق ما بين اتش دي وفول اتش دي فرق ملحوظ فعلا، لكن فول اتش دي ما بيبقاش
حسيتهاش بالفرق الكبير. من الحاجات كمان اللي كانت مكيفاني جدا في تجربه الاس 21 هي البطاريه، 4000 ملي امبير بس، وسامسونج كنت متوقع انها تبقى بطاريه كحيانه الحقيقه، ولكن اداء البطاريه كان ممتاز جدا. كنت قادر اخد كل يوم تقريبا متوسط 6 ساعات سكرين تايم من غير ما اعمل اي مجهود في ان انا احفظ الطاقه. يعني 120 هرتز شغال، اولويز اون ديسبلاي شغال، صوت تلقائي شغال، داتا على واي فاي، بلوتوث شغال عشان ابقى رابطه بالساعه او بالسماعه، وكان بيديني الرقم ده، فشيء ممتاز جدا. كمان لما كنت احب ازود شويه اروح مفعل وضع بقى الباور سيفنج مود ويقفل لي الاولويز اون ديسبلاي وال 120 هرتز، فكان يقدر يديني لحد 8 ساعات سكرين تايم، فده على حجم البطاريه دي شيء ممتاز جدا. ومن الحاجات اللطيفه برضو هو الشحن اللي بيجي بتقنيه الباور ديليفري. صحيح سرعته مش خرافيه 120 والكلام ده، هو 25 واط بس، لكن الميزه ان انت ممكن تلاقي شواحن كتيره من شركات بتدعم الباور ديليفري وبالتالي تستخدمه هنا. التجربه الصوتيه جيده جدا هنا، يمكن هي مش احسن حاجه، يعني ممكن تلاقي الايفون احسن، ولكن تجربه التسجيل هنا والمايكات ممتازه جدا. وكمان لاحظت تحسن كبير في الشبكات عن الجيل اللي فات. ونقطة كمان كده على جنب صغيرة، فالبصمة الالتراسونيك دي من احسن البصمات تحت الشاشة اللي ممكن تجربها، وسامسونج فعلا متقدمة فيها جدا. سرعتها دقتها ممتازة، وحتى لو ايديك عرقانة شوية بتيجي برضو، واحسن بكتير من الاوبتيكال. اخر حاجة واكيد انتوا عارفين ان انا عجباني جدا هي السوفت وير، واللي عملت عنه فيديو كامل شامل 49 دقيقة فيه كل التفاصيل، ممكن تشوفه هيظهر في الاي دلوقتي وهسيبه لك تحت في الوصف. بس كمان السرعة اللي التحديثات بتيجي فيها هنا، التحديثات الشهريه والتحديثات الكبيره، زي مثلا اندرويد 12 وصلني في شهر 11 تقريبا، فده ممتاز جدا. تقريبا سامسونج بقت اسرع شركه بعد جوجل، ده غير ان انا ضامن 4 سنين تحديثات، فيعني الموبايل ده ممكن يقعد معايا فتره اطول من اي موبايل اندرويد تاني. لحد هنا بقى خلينا نقلب على الوش التاني، نبص على نص الكوبايه الفاضي، نبص على الجانب السيء من تجربتي للموبايل ده. اول حاجه واكبر نقطه هتكلم فيها، ويمكن مفيش نقاط كتير سيئه يعني، ولكن دي اكبر نقطه، هي الاداء. وده مش عشان الاكزينوس 2100 بيسخن ولا الكلام ده، لا، الشيء الجيد ان الاكزينوس 2100 ما بيسخنش زي قبل كده، واداؤه جيد الى حد كبير، ولكن كنت حاسس انه اداء السوفت وير واداء الواجهه بيعصلك ساعات، ومش في مستوى فلاج شيب. هتلاقيه احسن من الهواتف المتوسطه والمتوسطه العليا والكلام ده بالتاكيد، لكن انا بتكلم في مستوى الفلاج شيب. انا مش عاوز الموبايل يعصلك معايا مثلا في فترات كتيره. كنت بلاحظ ان تطبيق الكاميرا مثلا ساعات كتير بيعصلك او بتلاقيه بيلاج، لكن ملاحظتي انه اللاج ده كان بيزيد لما كنت بنزل تطبيق جود لوك واستخدم اضافات جود لوك مع هوم اب والحاجات دي، ولما شلتها موضوع العصلقه ده قل كتير جدا. لكن لسه موضوع تطبيق الكاميرا ده بيعصلك شويه او بيلاج شويه، وده شيء مزعج. والحقيقه مش عارف دي مشكلتي انا في الموبايل ده ولا مشكله عامه الناس، ان انا دورت كتير على النت وما لقيتش ان حد اشتكى من المشكله دي، ان هو الاداء معاه مش احسن حاجه. كان كله بيتكلم على الاداء جيد جدا، فمش عارف دي مشكله الموبايل بتاعي ولا مشكله عامه. يمكن انا شكرت في البطاريه من شويه وقلت انها عظيمه، ولكن في نقطتين في البطاريه مزعجين جدا. اولا ان سامسونج بقت عنيفه قوي في قفل التطبيقات، ودي حاجه مش معتاده من سامسونج. بقت تقفل التطبيقات بشكل عنيف، ما تحتفظش بيها بشكل عنيف. صحيح ان انت لما تخرجها من موضوع حفظ الطاقه ده هتشغلها بشكل كويس مثلا في الويدجتس والاشعارات والكلام ده، ولكن لما تيجي تنقل بين التطبيقات الرام مانجمنت والحاجات دي، ممكن مثلا لو انا على متصفح بس بعد كده جيت على فيسبوك اكتب حاجه ورجعت تاني للمتصفح، الاقي المتصفح بيعيد من الاول تاني. اما النقطه التانيه اللي كانت مزعجه في البطاريه هي ان اخر 10% من البطاريه بتطير. يعني فعلا الموبايل بيوصل ل 10% بيركب الزحليقه على طول، ويوصل ل 5%. 5% دي بالنسبه له صفر، اللي هو 5% 4 3 2 1 0 قفل. طب يا عم اصبر، انا كان موبايلي الاونر فيو 20 اخر 5% دي كانت بتقعد اطول من قبل كده. اخر حاجه مش سعيده هي فكره ان اليو اس بي تايب سي هنا بينما هو يونيفرسال والناس كلها بتستخدمه، بس سامسونج مخليه ان بعض الاكسسوارات ما تبقاش شغاله على التايب سي ده. يعني تيجي تشغل سماعه يقول لك لا مش مدعومه، تيجي تشغل الوصله اللي هي بتاعت 3.5 مللي لتايب سي يقول لك لا مش مدعومه، روح اشتريها من سامسونج. طب هي يونيفرسال وده تايب سي، ليه عاملين كده؟ ما تسيبوني استخدم كل الاكسسوارات المتاحه للتايب سي. فيعني ده كان شيء مزعج وبيخليني اضطر اروح اشتري البتاع بتاعت سامسونج الغاليه، ما اشتريش اي واحده رخيصه او استخدم واحده عندي من موبايل تاني. فخلاصه التجربه بعد سنه من الاستخدام، واذا لقيت سعره في حدود ال 10 11 الف، اظن ده سعره ده موجود في السعوديه وفي الامارات، ممكن كمان تلاقيه اقل من كده في امريكا، وممكن كمان تستنى شويه هتلاقيه سعره بقى اقل من ال 10. اظن ان ده سعر ممتاز جدا، هتاخد تجربه موبايل فلاج شيب جيد جدا بسوفت وير جامد، ولسه تحديثاته مكمله معاك سنتين كمان او 3 سنين كمان، بمميزات بقى السامسونج ديكس واللينك تو ويندوز اللي اتكلمنا عنها في فيديو السوفت وير، والكاميرات الممتازه والحجم الممتاز والمسكه الممتازه. في برضه منافسه من البيكسل 6 ممكن تشتريه من بره، هتلاقيه برضه في نفس السعر ده. ممكن شاومي لما تنزل فلاج شيب السنه دي بقى تلاقيه تقريبا برضه في حدود ال 12 13 الف، هيبقى قريب منه.
فممكن تفكر بقى تشتري موبايل السنه دي بمعالج السنه دي، او تشتري موبايل السنه اللي فاتت، بس تاخد تجربه سامسونج، سوفت وير سامسونج والتحديثات والكلام ده. انت اللي تقرر يعني في الاخر. بس انا شايف ان هو تحت ال 10000، ولو نزل اقل من كده بيبقى خيار ممتاز جدا. وحتى ال 10000 11000 هو لسه خيار ممتاز جدا، الا لو الاس 22 نزل وقرب شويه منه، هيبقى الافضل تروح للاس 22 اللي ان شاء الله نعمل له ريفيو قريب. بس كده كان معاكم احمد مدحت جدو من ريفيولوجي. سلام.